سوريا كدولة مصطنعة انشئت في وفق اتفاقية سايكس-بيكو. يعني هلا حاليا نحن بمرحلة تعويم انتهت مئوية سايكس-بيكو هلا، وفي إصرار إنه هي الدول وفق خارطة سايكس-بيكو الحالية بس بتبقى ضعيفة، تبقى مهمشة، تبقى لا حول لها ولا قوة مثل أفغانستان. يمكن مو متفقين على شكل المنطقة الجديد، لأنه عم يحكوا حتى لا عم يحكوا عن وحدة الأراضي السورية، وحدة العراق، عم يحكوا عن الوحدة. هلا ما في شيء جديد إنه بيقولوا إنه والله بدنا نفك. هلا لو كان وفق ممر داوود أو وفق مؤتمر الأقليات وفق مخرجاته كنا أبصرنا تركيبة جديدة ديموغرافية جديدة لهي المنطقة. هي القمة اللي انعقدت ب 7 و8 تموز هذا الشهر الجاري، جرى حديث انه موضوع هذا الاجتماع بخص الانفاق العسكري، وكمان في خطط متعلقة بالملف الأوكراني، ملف الحرب الأوكرانية والتوسع الروسي ضمن الأقاليم الأوكرانية. هي تعتبر أحد هواجس حلف الناتو. في مخاوف من أنه روسيا تعيد انتشارها بالمنطقة. الموضوع الأول بخصوص قمة الناتو كان بيتعلق بهذا الانفاق الدفاعي، كان هذا الملف هو محور القمة. الدول الأوروبية تعهدت مع كندا طبعا بزيادة الانفاق العسكري، تسريع تحديث جيوشها استجابا للضغوط الأمريكية وللتهديد الروسي القائم. أيضا تم الحديث عن صفقات تسليح جديدة بعشرات المليارات من الدولارات لتعزيز القدرات الدفاعية لحلف الناتو. طبعا موضوع الأوكراني لا يتعلق ضمن الدولة الأوكرانية، وإنما أكد حلف الناتو أنه لابد من استمرار الدعم العسكري والسياسي لكييف، وكذلك تم الإعلان عن مساعدات عسكرية وتمويل جديد مع استمرار تدريب القوات الأوكرانية وتعزيز قدراتها الدفاعية. هذا الشيء كان بعكس إرادة ورغبة ترامب. هذا الشيء جديد، يعني هو امتداد لسياسة بايدن، لأنه كونه في عهده بدأ الدعم لأوكرانيا لمواجهة روسيا وطموحاتها. التهديد الروسي هو تهديد مو بس على أوكرانيا، وإنما تهديد لأوروبا من بوابة أوكرانيا. ركزت المناقشات على تعزيز الردع العسكري ونشر القوات الدفاعية على الجبهة. كمان أطلق الناتو مبادرة جديدة لزيادة الإنتاج العسكري وتسريع التعاون بين الحكومات وشركات الصناعات الدفاعية. كما أنشئت آليات لتسهيل مشاركة الشركات في مشاريع الحلف الدفاعية. طبعا هناك خلافات بين أعضاء حلف الناتو بسبب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي انتقد بعض الحلفاء بسبب ضعف الإنفاق الدفاعي، ثم عاد ليؤكد التزام الولايات المتحدة بالحلف بعد اجتماعاته مع القادة. وعكست هذه القمة استمرار التباين بين واشنطن وبعض العواصم الأوروبية حول تقاسم الأعباء الأمنية. بالنسبة لأنقرة، سعت أنقرة إلى إبراز نفسها كوسيط إقليمي وعضو محوري في الناتو، حتى كان لها وساطات ما بين الأوكران والروس على أراضيها. واستضافتها لهي القمة فيها لها أهمية رمزية بالنسبة لتركيا. بعد أكثر من عقدين من السنوات تتم استضافة القمة في تركيا وفي العاصمة أنقرة، وهذه لها دلالتها. طبعا استغلت هذه المناسبة لتأكيد أهمية صناعاتها الدفاعية وموقعها الجيوستراتيجي. الآن السؤال الذي يطفو على السطح: ما الذي تعنيه هذه القمة استراتيجيا؟ هذه القمة تدور حول 3 نقاط.
تقوية القدرات العسكرية الأوروبية من أجل أن تقلل أوروبا اعتمادها الكامل على الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا إلى استمرار احتواء الروس عبر تعزيز الردع ودعم أوكرانيا، وتحويل حلف الناتو إلى تحالف أكثر استعدادا للإنتاج العسكري السريع وليس مجرد تحالف التنسيق السياسي. لا ما أتذكر سوريا صراحة، بس أنه في 3 قضايا طافية على سطح باجتماع الناتو، هو أمن تركيا ومواجهة روسيا والاستقرار بالشرق الأوسط. ليش استضافت تركيا القمة بهذا التوقيت؟ تركيا أرادت تحقيق عدة أهداف، منها تثبيت موقعها باعتبارها الدولة الوحيدة بالناتو وتمتلك حدود مباشرة مع سوريا والعراق وإيران والبحر الأسود، وكمان بتقدم نفسها بكونها وسيطة بين الغرب وروسيا مع الحفاظ على علاقات مع الطرفين، وأيضا الحصول على دعم سياسي أكبر لمخاوفها المتعلقة بحزب العمال الكردستاني والجماعات التي تعتبرها مرتبطة به. أما الناتو هلأ صار يشوف تركيا أنه هي أهميتها صارت أكبر بسبب موقعها الجغرافي، خاصة بعد استمرار الحرب في أوكرانيا وتزايد التوتر في الشرق الأوسط. في 3 ملفات لساتها راكده او خامده مثل البركان. مكافحه تنظيم داعش، لا يزال التحالف الغربي يرى ان عوده داعش تمثل خطر حقيقي، لذلك يستمر الاهتمام بالحفاظ على قدرات الشركاء المحليين. زياره ماكرون للشام هي كانت مثل الابره المهدئ بالنسبه حلفاء اوروبا او التحالف السابقين مثل بين قوات سوريا الديمقراطيه. هذا لا يعني تبني مشروع سياسي للقصد، بل يعكس أولوية أمنية مرتبطة بمنع عودة التنظيم. كمان بالنسبة للوجود الروسي، روسيا ما تزال تحتفظ بوجود عسكري في سوريا، قاعدة حميميم، رغم انشغالها بالحرب في أوكرانيا. من منظور الناتو، أي تراجع روسي في سوريا يقلل من نفوذ موسكو في الشرق المتوسط. أي إعادة تموضع للقوات الروسية قد تغير ميزان القوى في المنطقة. بالنسبة للنفوذ الإيراني، يرى الحلفاء الغربيون النفوذ الإيراني في سوريا هو عامل مؤثر في أمن المنطقة، خاصة في ظل هذه التوترات الإقليمية. بالنسبة لدور الكرد، في توازن دقيق بين الولايات المتحدة وتركيا. الولايات المتحدة عندها لسه في على خط رجعة، ما لا قاطعة بالكامل مع الكرد. تركيا تعتبر قسد وكل ما يتعلق بأي مشروع كيان كردي مرتبط ببكك. لهذا السبب تتجنب بيانات الناتو استخدام لغة قد تفسر على أنها دعم سياسي للقسد. بمعنى آخر، حتى الأوروبيين حاليا اللي ما عم يجيبوا سيرة الكرد ولا سيرة قسد، ما عم يجيبوا سيرتها من منطلق أنه نحن بدنا رضا تركيا، رضا الله ورضا تركيا. هل ستسمح القمة بعملية عسكرية تركية جديدة؟ ما في هيك شيء. إذا بحال توفرت 3 شروط: تفاهم مع أمريكا، وعدم اعتراض روسي مؤثر، وعدم وجود تصعيد كبير ضد تنظيم داعش، فقد يزداد هامش الحركة التركية. وأنا أتوقع أن يزداد هامش الحركة التركية باضطراد مع الوقت، وخاصة بما يتعلق بالملف اللبناني. هذا التفاوض أو هذا الضغط من قبل تركيا على الجولاني للدخول في لبنان له أغراض وله أجندات أنا حتى الآن لم تتجلى بنظري. بالنسبة للقمة، شو بتعني للحكومة الجولاني؟ تعني أنه ممكن يكون في استقرار أمني يمنع عودة داعش، أو تقليص من النفوذ الروسي والإيراني، وتشجيع تسويات سياسية بدلا من أن يتوسع الصراع. ماذا يعني ذلك للكرد؟ سيستمر الدعم الغربي المرتبط بمكافحة داعش طالما بقي هذا التهديد قائم. لا توجد مؤشرات على اعتراف من الناتو بحكم كردي على المدى البعيد أو على المدى القريب حتى. تركيا ستواصل الضغط لإبعاد التهديدات التي تراها على سوريا. بالنسبة لمستقبل المناطق الكردية، سيظل هذا المستقبل مرتبط بالتفاهمات ما بين دمشق والقوى المحلية والداعمين الدوليين، وليس بقرارات الناتو وحدها. بالنسبة لي، أنا أرى أن روسيا ستبقى تهديد عسكري في أوروبا وربما يتسع، وعليه فإن نظرة أوروبا أو الأوروبيين للشرق الأوسط ستتغير تبعا للتطورات التي بين الناتو وروسيا. بالنسبة للصين، الصين هو العدو الذي هو الثعلب الذي ينبطح يعتبر نفسه لا يفعل شيئا، لكنها منافس استراتيجي طويل الأمد في مجال التكنولوجيا والاقتصاد. الشرق الأوسط ينظر إليه بوصفه منطقة يجب منع تحولها إلى مصدر أزمات أمنية جديدة. في هذا الإطار يمكن أن نقول أن سوريا تعتبر
بمثابة ملف يؤثر في الاستقرار الإقليمي أكثر من كونها ساحة مواجهة بين الناتو وخصومه. شكرا.